بسم الله الرحمن الرحيم، وعودة جديدة لموسم 2026 2027 وأول مباراة وهي مباراة النادي الأهلي وبرشلونة الودية. المباراة اللي بتسبق بداية الموسم بثلاث أربع أيام بالظبط، واللي كل الأهلاوية أعتقد كانوا مستنيينها ومستنيين يشوفوا بقى المدير الفني الجديد واللعيبة الجديدة والقرارات الإدارية والإصلاحات وكل الحاجات الحلوة اللي إحنا كنا مستنيينها، والأهلي وبرشلونة وكامب نو وكل حاجة. انا مش هكلمك على المباراه خلصت 2-1 لبرشلونه. مش هكلمك على تفاصيل المباراه، يعني مش هاجي اقول لك والله الاهلي مثلا كان في هجمه في الدقيقه كذا رد بهجمه في الدقيقه كذا. لا، انا هجيب لك بولت بوينتس. يعني خلينا ناخد المباراه كاوفرول او اوفر فيو واتوقع وهقول لك احساسي ايه. يعني مش الفكرة إن أنا عايز أحلل المباراة تكتيكيا وأقول لك الأهلي لعب إزاي ومين كان بيتحرك فين وبرشلونة عمل إيه لا لا لا، خالص خالص خالص. الكلام ده بقى هنبتديه في ماتشات الدوري بقى إن شاء الله وعليكم خير. لكن المباراة الودية هي مباراة معمولة تديني فليفر و... وتقول لي أنا فين من الدنيا، أنا الدنيا مودياني على فين. المباراة بتبتدي، النادي الأهلي بيبتدي بتشكيل طبعا هو محبط. شوبير في حراسة المرمى، قدامه هادي رياض وعمرو الجزار. الاثنين الأهلي اشتراهم في يناير اللي فات، والاثنين اللي ما كانوش بيلعبوا بشكل أساسي. واحد منهم ما لمسش الكورة خالص هو عمرو الجزار، وهادي رياض لعب على فترات متباعدة. على اليمين محمد هاني، الراعي الرسمي للناحية اليمين منتخب مصر والنادي الأهلي وأي حاجة. والناحية الشمال كريم فؤاد، باك الشمال كريم فؤاد. وسط الملعب القبيح مكون من مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، وقدامهم أحمد السيد زيزو. على اليمين محمد طاهر، على الشمال أشرف بن شرقي. قدامهم سفيان بن جديدة تقريبا. سفيان بن جديدة المهاجم المغربي والصفقة الجديدة اللي احنا جبناها. تبتدي المباراة بالسيطرة كاملة لبرشلونة، وده مفهوم وده طبيعي. لكن اللي مش طبيعي، وما تقنعنيش وما تقوليش فرق الامكانيات وفرق الحركات، واصل دول برشلونه وده النادي الاهلي وكل الكلام ده، مش طبيعي ان انت مش عارف تستلم كوره، مش عارف تباصي، ومش عارف تتحرك، مش عارف تلعب كوره. يقول لي برشلونه متعود ان هو بيلعب تيكي تاكا، متعود ان هو بيعمل ضغط امامي، ومتعود ان هو بيعمل كل حاجه. انا ما اعرفش بس اول ربع ساعه كده اللي هو ايه ده، ايه احنا مين، احنا فين، احنا ما بنعديش نص ملعب يا راجل. الراجل ده كوره ما بتقطع من عندنا من التلت الاولاني. درجة غير مش هقول لك ان احنا نلعب نهاجم، بس احنا لا عارفين نقف دفاعيا ولا عارفين نباصي باصات. هم قافلين مساحات الباصات. طب هم قافلين مساحات، احنا ما بنتحركش، محدش بيتحرك لحد. يعني محدش عارف يمسك الكوره بتتقطع. يعني لعيب برشلونه بيبص فقط للاعبي النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي بيفقد الكوره. مفيش، احنا ما جيناش خالص الشوط الاولاني، مفيش اي حاجه. برشلونه طبعا كور كتير وفرص كتير وبيلعبوا على الواقف وبيلعبوا مستريح، وابننا حمزه عبد الكريم جاب جول. والحمد لله احنا كمصريين ما عندناش اي مشكله خالص يا عم. لو ده هيوفقه ربنا يوفقه، مفيش مشكله خالص. انت الهدف ان انت عايز تشوف الكونكلوجن من المعسكر والتغييرات، وتاخد ثقه اداء. مش هقول لك نتيجه، لان النتيجه مش معبره خالص عن اي شيء. يعني خد النتيجه دي ارميها في الزباله، 2-1 ولا اي حاجه. الاهلي خسر مباشره 2-1، 100 فل زي الفل. لكن ادائك في الملعب، وقفتك في الملعب، ما فيش اي حاجه. يعني هو مباراه هي اكستنشن للموسم اللي فات. انا حاسس ان دروب لسه ما مشيش. يعني حاسس ان باداء اللعيبه، مش هقول لك تخيزوا، بس لا، ما عندهاش كوره. وبعدين هتقول لي امكانيات، اقول لك طيب يا معلم، معلش بقى تعالى نتكلم صح. ما هو انا النهارده كابتن حسام حسن، ما هو برضه بنفس اللعيبه دي، يعني 70% منها ما كان بيلعب كوره في كاس العالم. ساعات بيبقى بننكمش دفاعيا، لكن كنا بنعرف نتصرف في الكوره، بنعرف ننقل الكوره. ده كاس عالم، كاس عالم الفرقه بتلعب قدامك بجد، ما بتهزرش. تمام، ممكن بتعرف تنقل، تخلق مساحات، لعيب بيتحرك من غير كوره، لعيب بيضم في القلب، لعيب ينزل السلم، لعيب يوسع له، لعيب يروح، لعيب يجي. لكن انت النهارده عامل لي معسكر في اسبانيا، وكل اللعيبه تحس انها بقى اللعيبه كلها واخده تاني. تمام، ما هو يا احنا بنصيف، يا اللعيبه دي بتتعذب الصبح. هي حاجه من الاثنين. اللعيبه كلها نفس اللون، اللعيبه كلها جايه من الساحل على الماتش. دي مش لعيبه كانت في معسكر، اللعيبه كلها واخده تاني ماشي.
ممكن افهم ان طبعا عشان الجو شديد الحراره في اسبانيا وكان في حرايق وكلام من ده، تمام، ان اللعيبه وبتتمرن الصبح فطبعا هم اسودوا من كتر الهلك والتمرينات والشغل البدني وخلافه. ما عندهاش اي مشكله، بس انت ما شفتش حاجه في الملعب، ما شفتش بدايه شيء. يعني ما حصلش حاجه تقول ان احنا عندنا حاجه مبشره بحاجه. يعني انا مشكلتي في ان انا ما عنديش شكل، وستيل ما عنديش شكل، وستيل بفتقد اساسيات كره القدم الحديثه وكلاسيكيه برضو بالمناسبه. بفتقد يعني خط دفاع مضحك، وقلنا يا جماعه محتاجين سيرد باك بيعرف يطلع بالكوره، محتاجين سيرد باك ما بيتوترش، محتاجين سيرد باك بيعرف يلعب برجله، محتاجين سيرد باك طويل، محتاجين سيرد باك كويس، ما فيش. ويوم ما يجي لك عقد احتراف لياسر ابراهيم انت مصمم تقعده، يا عم مشيه وهب فلوسه سيرد باك. مش عارف تمسكنا بياسر ابراهيم ده ايه، مش عارف. وادي رياض لعيب يعني جاي من بتروجيت ولسه يعني يعني على قده، وعمرو الجزار على قده، بيلوش. بس لما حمزه عبد الكريم العيل اللي عنده 18 سنه يسرقه في ال 18 بالشكل ده شيء مضحك يا راجل، شيء مضحك حقيقي بجد. هتقول لي ده ماتش مش ودي بالنسبه لي، بالنسبه لي انا بيديني حاجه، بيقول لي بيديني مسج. انا عندي ما عنديش مشكله اخسر 4 5، بس احس ان في شيء اتغير، ان في حاجه حصلت، ان في حاجه حصلت، شيء جديد. الاهلي بيعمل حاجه، اللعيبه بتعمل حاجه مختلفه عن الموسم اللي فات. لكن لا، هو نفس البلاده، متنحين، اخطاء ساذجه سواء في الجول الاولاني ولا البنالتي بتاع الجول الثاني. اللعيبه ركابها بتخبط على الجيران، اللعيبه مش عارفه تطلع بالكوره، اللعيبه بتفقد الكوره بسبب ومن غير سبب، اللعيبه مش عارفه تباصي، اللعيبه مش عارفه تستلم، اللعيبه مش عارفه تكسر الاوفسايد، اللعيبه مش عارفه، اللعيبه ما عندوش رؤيه. كله مفيش لعيب واحد يقول لك ان يعني ان هو يعني مستواه كويس. لا مفيش. ما عندكش لعيب عنده ثقه، ما عندكش لعيب. قلنا الاهلي يفتقد مركز 10، الاهلي عمره ما هتقوم له من غير لعيب خط وسط معلم مهاجم، خط وسط مهاجم، لعيب مركز 10، لعيب بيعرف يمسك كوره، ينقل، يطلع الفرقه، يطلع الباكات، يشغل الوينجات، يشغل الفيرود، يهدي الريتم ويعلي الريتم. ما عندكش ده. مش هتلاقيه في زيزو، مش هتلاقيه في قفشه، وامام عمال يتملعن عليك، وعمال يجيبك يمين وشمال على التجديد. هو عايز يقعد وعايز يجدد وعايز يبقى بالشروط وعايز يبقى على واحد، لعلمك ولا عايز يحترف ولا نيله. وده قصه تانيه جايين لها، او مش هنجيلها النهارده، هي هتيجي لوحدها وهنتكلم عليها. تمام. قرف في الشوط الاولاني كله. الشوط الثاني بننزل برضو ما فيش، بتطلع سفيان بن جديده، بتنزل منذر بقرار الجزائري برضو بتلعبه فيرود، وبتنزل محمد الشناوي مكان مصطفى شوبير. طبعا انت ايدك على قلبك، اللعيبه كلها عماله طبعا عشان ما عندهاش ثقه عماله ترجع لورا امام مصطفى شوبير. كان في الشوط الاولاني وبالمناسبه برده بيغلط وهو بيطلع بالكره برجله، بس ارحم شويه. اللعيبه برده مصممه ترجع للشناوي، مصممين يحرجوه. الشناوي مش قادر يا جماعه، الشناوي مش قادر. هيقول لي شال واحده في الشوط الثاني وصد ضربه جزاء، بس يا جماعه الشناوي فقد 80% من مستواه، والايام ما بينه وهتشوف. الشناوي مش يعني الشناوي كبر يا جماعه، كبر يا جماعه والله، وما بيعرفش يلعب برجله، ومش هيجي يتعلم النهارده ان هو يلعب برجله. مش عارف يعني، ده احنا كمشاهدين عارفين امكانيه اللعيبه اكتر من اللي قاعد بره. شيء قبيح، ماتش قبيح، مش ان احنا خسرنا. الخساره دي بالنسبه لي مكسب، ان انا اطلع 2-1 بس كده، ده من غير فضيحه ومن غير حاجه، ده بالنسبه لي مكسب كبير جدا جدا. مش متخيل، انا سعيد جدا ان احنا خسرنا فرق واحد. يعني التاريخ سيذكر ان الاهلي خسر 2-1 فقط، ولكن اللي بيشوف الماتش يشوف احداثه ويشوف كورتنا احنا يحزن. حزن، حزن. وما تقوليش بدايه موسم ولسه بدري وصفقات مدير فني، الجواب يبقى من عنوان. وجهه نظري، ويا رب اطلع غلطان، بس انا مش حاسس ان انا شفت شيء حصل، اضافه حصلت. ما تقوليش اللعيبه مش هقدر على بعض. المعسكر ده لازمته ايه؟ يعني لازمه المعسكر ده ايه غير ان انا والله اشتغل تاكتكس؟ لازمه الماتشات الوديه اللي انا عملتها ايه غير ان انا اشتغل تاكتكس واعمل جمله، اشوط شوطه، اعمل عرضيه، اكتشف امكانيات اللعيبه اللي معايا. والمعسكر بقاله كتير، بقاله فوق الشهر، سواء اللي في مصر هنا او اللي في اسبانيا. يعني اذا الاداره وفرت
معسكر، وفرت صفقات، جابت مدير فني المفروض انه بروفايل وسي في، لكن انت ستيل مش شايف حاجه. ما طلعتش قماش، ما طلعتش قماش. عندك مشكله، عندك عوار، عندك نواقص، شكلك وحش. جبت جول كده بايلك، محدش لفت انتباه خالص النهارده. في شويه لمحات للاعيب كوره في منذر بكرار، شويه لمحه كده، حته كده يعني من على طرف المعلقه كده، ان ده ممكن، ممكن. لكن انا مش شايف حاجه، يعني مش شايف ان في شيء مبشر باللي انا شفته النهارده، وانا ابن النهارده. يعني احنا في الكوره احنا اولاد النهارده، بكره الله اعلم، لان الكوره متغيره. ممكن كل ده يتنسف مع اول ماتش الاهلي في الدوري، واقول لك يا ده الاهلي شكله حلو وبيلعب سكسي فوتبول والدنيا جميله والحياه زي الفل. لكن اللي شفته النهارده ده ما يقولش ان احنا يعني حصل حاجه اتغيرت على الموسم اللي فات. لان انت لسه، لا انت عندك لعيبه، وعندك لعيبه بقى قرارات يعني غبيه. محمد مجدي قفشه، انت خلاص انت رجل بره ورجل جوه. يا عم العب، يا عم غير، يا عم اتنحرر. انت اللعيب الوحيد اللي عندك يعني لمحه المركز 10. يا عم العب، سهل على نفسك وحس بمركزك في الملعب. حس بمركزك وتمركزك في الملعب، انا اوفسايد ولا انفراد ولا ايه ولا. ليه الاهتزاز الفني ده؟ ليه مفيش لعيب عارف يحط كرة تحت رجله؟ حسام حسن عمل من الفسيخ شربات، وكان بيلعب بنديه، واللعيبه عندنا كان عندها نديه. ما تقوليش صلاح ومرموش باشا. هو الاهلي كان بيلعب في كاس عالم، لعب محليه. زيكو وزيزو وتريزيجيه ومروان عطيه وياسر ابراهيم ورامي ربيعه هم اللي كانوا بيلعبوا في كاس عالم، وهم اللي كانوا بيلعبوا ند بند. كان في نديه وكان في حاجه وكان في كوره. انت اللعيبه دي يطلع منها. انا كلامي فني، انت مش باين فنيا. ربنا يستر على الموسم ده، لان البدايه ما تسرش، شكلك ما يسرش، في حاجه مش عارفين نظبطها. وستيل في لعيبه ما بتديش، لعيبه ما بتديش، لعيبه طاهر ما فيش. انا زهقت من الكلام على طاهر محمد طاهر. بقالي 6 سنين بتكلم عليه، وجدد 6 سنين بتكلم على نفس الوينج اللي هو ما بيدينيش اي اضافه فنيه، لا دفاعيه ولا هجوميه، وبيلعب لحد النهارده واساسي. وهو كده، واي مدافع بيلعبه مش عارف شاف ايه، مش عارف يعني مش عارف ايه. يعني احنا ناقص ايه تاني؟ ناقصنا ايه تاني؟ مش عارف. هتقول لي متعصب ومدي الماتش ده اكبر من حجمه، اقول لك لا. انا كنت محتاج اشوف حاجه واحده تبقى متغيره عن السنه اللي فاتت. كنت هبقى متفائل حتى لو كنا هنخسر. لكن ان نفس الشكل القبيح ده، وان انا ما عنديش اي حاجه بتقول اي حاجه، لا. وما تقوليش لسه بدري، لا. احكم النهارده، احس النهارده، ابتدي اخاف من النهارده. ما استناش لما الكارثه تحصل اقول لا اصل اول الموسم مفيش انسجام، بس اللعيبه ما جابتش فورمه، واحمد سيد زيزو اتصاب، حاجه بتاعت خلفيه ولا الله اعلم بقى جاله ايه. صباح الفل، صباح الفل على الاصابات. ربنا يستر، ربنا يستر. ماتش مقرف لينا احنا، سكور هايل، سكور هايل، لكن احنا مفيش اوحش. يا رب خيب كل ظنوني يا رب، واشوف النادي الاهلي متغير عن الموسم اللي فات. عموما نشوفكم ان شاء الله بعد اول مباراه في الدوري، ولنا كلام اخر هيبقى فيه السلخ والجلد والتقييم الحقيقي والكلام الفني. تصبحوا على خير، السلام عليكم.